أهلا بيك في حلقة جديدة من أون رودكاست. تخيل السيناريو المرعب ده. أنت مسافر على طريق صحراوي بالليل، وفجأة الكاوتش يضرب أو الموتور يسخن وتقف بيك العربية في نص اللامكان. في اللحظة دي عندك ردين فعل. الأول، تنزل تخبط على العربية وتعيط وتشتم في حظك وتتصل بكل صحابك تشتكي إن اليوم اتقفل وإن ليه يا رب بيحصل فيا كده. النتيجة، ضغطك هيعلى ومش هتحل المشكلة. التاني، تاخد نفس عميق وتقول تمام، حصل خير، وتطلع العدة وتبدأ تغير العجلة أو تطلب ونش. الحياة يا صديقي مش طريق مستقيم وممهد. الحياة مليانة حفر، مطبات، وسواقين بيكسروا عليك وإشارات حمراء بتعطلك. الفرق بين الشخص الناجح والشخص المحطم مش إن الناجح ما بيقعش في مشاكل، لأ، الفرق هو بيعمل إيه لما يقع. النهاردة ومن كتاب The Obstacle is the Way أو العقبة هي الطريق لريان هوليداي، هنتعلم فلسفة عمرها 2000 سنة هتعلمك إزاي مش بس تستحمل المصايب، لأ، دي إزاي تحول المصيبة نفسها لسلم تطلع بيه لفوق. أول درس من الفلسفة الرواقية بيقولك مش الأحداث هي اللي بتأذينا، لكن رأينا في الأحداث هو اللي بيأذينا. يعني إيه؟ يعني الزحمة في حد ذاتها مش حاجة وحشة. الزحمة هي مجرد عدد كبير من العربيات واقفة. أنت اللي بتديها حكم دي حاجة مقرفة فبتتعصب. ممكن واحد تاني يشوف نفس الزحمة دي فرصة يسمع بودكاست مفيد أو يكلم والدته يطمن عليها. الحدث واحد بس رد الفعل اختلف. ريان هوليداي بيقول لنا إن لازم يكون عندنا أعصاب باردة. لما مديرك يرفض مشروعك أو لما تخسر فلوس، ده مطب. لو اتعاملت معاه بانفعال وعاطفة هتلبس في الدريكسيون، لكن لو بصيت للموضوع بموضوعية، تمام، المشروع اترفض، ايه السبب؟ ايه اللي اقدر اعدله؟ هنا انت حولت الأزمة لمسألة حسابية ليها حل. فأول خطوة، افصل الحدث عن تفسيرك للحدث. بطل تاخد الأمور بشكل شخصي. الطريق مش قاصد يضايقك، الطريق فيه حفرة وخلاص. طيب أنا هديت وبقيت بارد، أعمل إيه؟ هنا بيجي دور الفعل. في ناس لما بتقابل مشكلة بيجي لها شلل، بيفضلوا واقفين قدام الصخرة اللي سدت الطريق ويقولوا يا نهار أبيض، صخرة كبيرة قوي. القاعدة الذهبية بتقول العقبة هي الطريق. يعني إيه؟ يعني الصخرة دي مش مانع في الطريق، الصخرة دي هي جزء من الطريق الجديد. يمكن تضطر تلف من طريق جانبي وتكتشف أماكن عمرك ما كنت هتشوفها. يمكن تضطر تتسلق الصخرة دي فعضلات رجلك تقوى وتبقى لياقتك أعلى. ستيف جوبز لما انطرد من شركة أبل اللي هو أسسها، دي كانت كارثة، صح؟ هو قال إن دي كانت أحسن حاجة حصلت له، لأنه راح عمل شركة بيكسر وبقى ملياردير ورجع اشترى أبل تاني وهو أقوى. العقبة، الرفض، كانت هي الطريق للنجاح الأكبر. فلو عربيتك عطلت في شغلك أو علاقتك، ما تقعدش تندب، انزل زق العربية. الحركة هي اللي بتقتل الخوف. نيجي لأعمق جزء في الحلقة ومحتاجة سواق. في مصطلح لاتيني اسمه أمور فاتي، يعني حب القدر. مش بس الرضا بالقدر، لأ، حبه. تخيل إنك ماشي والجو مطر وبرق ورعد والطريق طين. الشخص العادي هيتضايق. الشخص الرواقي هيقول عظيم، دي فرصة أجرب مهاراتي في السواقة تحت المطر، دي فرصة أختبر ثبات العربية. ده مش جنون، دي قمة القوة النفسية. إنك ترحب بأي حاجة تيجي في طريقك وتقول لها أهلا بيك، أنا هستخدمك لصالحي. المرض ممكن يكون فرصة تراجع أولوياتك وتعرف مين بيحبك بجد. الخسارة المالية ممكن تكون فرصة تبدأ بداية نظيفة من غير ديون قديمة. كل مصيبة جواها جانب كويس، بس محتاجة عين بتشوف في الضلمة. عمرك شفت مية راكدة بتعفن وتعمل ريحة وحشة؟ وعمرك شفت مية نهر جارية دايما نظيفة وقوية، ولو قابلت صخرة بتلف حواليها وتكمل وتفتتها مع الوقت؟ خليك زي المية. مهما كانت العقبة اللي قدامك دلوقتي، ديون، بطالة، اكتئاب، فراق، استمر في الحركة.
حتى لو حركة بطيئة، حتى لو بتزحف. العربية طول ما هي ماشية الدينامو بيشحن البطارية، لو وقفت البطارية بتموت. الفشل مش إنك تقع، الفشل إنك تفضل قاعد على الأرض وتستنى حد يشيلك. قوم، نفض هدومك وامسك الدركسيون تاني. الطريق لسه طويل والمغامرة لسه ما خلصتش. في النهاية يا صديقي، كلنا بنحب الطرق المستقيمة السهلة، بس الحقيقة الطرق السهلة مش بتصنع سواقين شاطرين. المطبات والملفات الصعبة والأوقات اللي بتعطل فيها هي دي اللي بتعمل لك شخصية، هي دي اللي بتخليك أنت. فالمرة الجاية لما الحياة تحدفك بطوبة ما تزعلش، خد الطوبة دي وحطها تحت رجلك واعلى لفوق. وافتكر دايما عنوان حلقتنا: اللي واقف في طريقك هو ده طريقك. نشوفكوا الحلقة الجاية بإذن الله. سلام.